يا مساء الخيرات والنعيم والهنا عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحه واحسن حال، اللهم امين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده بقى كده هنعمل روتين سهل خالص. هنعمل كده، اول حاجه عملتها بصراحه كوبايه النسكافيه، دي اهم حاجه عندي. وبعد كده بقى يعني هي الشقة بصراحة عندي نضيفة يعني. هنعمل مع بعض الأكل كده، وغسلت البوتاجاز، هنعمل مكرونة ولحمة، أكلة سريعة كده. وبعد كده نشرت الغسيل. الغسيل أنا يا جماعة عندي يا إما غسيل عايزة لم، يا إما غسيل عايزة طبق، يا إما غسيل عايزة نشر. مش عارفة بجد يعني احنا امتى هنخلص من الموضوع وحوار الغسيل ده. طبعا أنا بهزر معاكم، كل حاجة نعمة في حياتنا. الحمد لله. هنا بقى كده كنت بعمل اللحمة. بجد يا جماعة الشوربة اللي أنا عملتها دي كانت خطيرة خطيرة. انا اول حاجة خليت الشوربة المية تغلي عفوا، وبعد كده نزلت عليها باللحمة. انا بعملها بطريقتين، ساعات بشوح اللحمة وساعات بغلي المية. هنا بقى بسيبها كده تغلي كده شوية، وبروح شايلة الريم اللي بيبقى على الوش وكده، وبروح نازلة عليها بقى بطماطم. بصراحة هنا انا كان موزي مش حلو ومش عارفة انا مقطعة طماطم كبيرة كده ليه، بس تمام. على فكرة طلعت حلوة قوي بجد والله، طلعت جميلة. مرضتش بقى احط لها ولا مستكة ولا حبهان ولا اي حاجة خالص، قلت بقى ايه تغيير يعني. وبعد كده حطيت مية وسلقت المكرونة. مكرونة الحوا جميلة قوي يا جماعة، ما بتعجنش وكده، فانا بحبها قوي، بستخدمها في اي نوع مكرونة انا بحبها بصراحة. بعد كده بقى جبت هنا معلقة زبدة وحبة زيت. وانا بعمل المكرونه بالثوم، ما بعملهاش بالبصل. في ناس بتعملها بثوم وبصل، بس طبعا انتوا عارفين الاكل ده اذواق. فبصراحه انا عملتها بالثوم، يعني انا كل فين وفين لما بروح عند بابا، بس يعني برضو مش على طول. بابا بيحب المكرونه بالبصل، بس احنا بنحبها بالثوم اكتر يعني. فنادرا جدا لما بنعملوها بالبصل. فزي ما قلت لكم في ناس بتعملها بالبصل وفي ناس بتعملها بالثوم. فزي ما قلت لكم ان الاكل اذواق، وكل واحد بيعمل بالطريقه اللي هو بيحبها. آه، انا هنا كان عندي توم بصراحة كنت مفرزاه يعني. فانا عندي توم كنت مفرزاه. بصوا انا عايزه اقولكم على حاجه، انا حاجه يعني بصراحه بحس التوم المتفرز غير التوم الطازه خالص بصراحه. يعني انا عملت التوم المتفرز دوت مرتين في الباميه، بجد ما عجبنيش خالص. لا التوم اللي هو الطازه احسن بكتير. او ممكن كمان تعملوا ايه، انا كنت فرمان نهائي، ممكن تقشروه وتحطوه في برطمان بس. يعني بلاش ان انتوا تفرموه خالص. برضو هيدي طعم كويس. وهنا بقى صلصة المكرونة بحب احط لها ملح وفلفل اسمر واحيانا بحط لها بابريكا مدخنة، مش على طول. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة عشان يصلك مني كل جديد. وقولوا لي بقى كده مستنيين فيديوهات ايه، يعني عايزين فيديوهات ايه عن الفترة الجاية وكده، عشان خاطر اتشجع واعملها لكم باذن الله. هنا بقى كده حطيت المكرونة. المكرونة دي كمان ساعات بعمل طريقة المكرونة كده بحط عليها لحمة مفرومة، بتبقى حلوة قوي. هنا قلت بقى ايه اغسل البوتاجاز. يا جماعة انا من الناس الموسوسة، ما بعرفش اقف اعمل اكل والبوتاجاز مش نضيف. فغسلت يعني الجنب اللي اتوسخ وكده. مش عارفه البوتاجاز بتاعي كده حاساه مفيهوش لمعه، ان شاء الله هعمله كده وصفه بالكربونات وملح الليمون. مش عارفه، حاسه الستانلس بتاعه رغم ان انا ما جبتش عليه ولا باور ولا سيترس ولا الحاجات دي خالص، مش عارفه يعني تحسوا انه متخربش كده ليه. هنا برضو التصوير تقريبا كنت مصورها غلط. هنا بقى انا دخلت البلكونه، يعني اروق معاكم البلكونه. بس بصراحه عشان ما اكدبش عليكم، انا يعني روقتها من فوق الوش كده، مسحت السور ومسحت الحبال وكنست الارض بس. ان شاء الله الفيديو الجاي هشيل معاكم يعني النجيله وكده، وهكنس البلكونه وهظبطها. وهنا بقى كده كنت نشرت الغسيل. زي ما قلت لكم غسيل عايزه تنشر وغسيل عايزه تلم وغسيل عايزه تغسل. بعد كده اخدت ايلين ودخلت حميتها. هنا بقى كنت بوريكم هي كانت نايمه كده على السرير. وبعد كده عملت كوبايه قهوه تاني. الفترة دي مصدعة جامد قوي والصداع ما بيسيبنيش، فمش عارفة بشرب ممكن كوبايتين او 3 نسكافيه في اليوم. هو غلط جدا على فكرة، محدش يعمل كده، بس البرشام الصداع مش هعمل معاه حاجة.
فعملت كوباية قهوة تاني. مضرب النسكافيه ده تحفة بجد، انا كنت جايباه ب200 جنيه، دلوقتي بقى ب300 وي. اي حاجة تعجبكم يا جماعة في اليومين دولت جيبوها على طول، يعني ما تقولوش لا هستنى ترخص، لا هي هتغلى. ومضرب النسكافيه ده احلى بكتير من اللي هو بالحجارة، يعني بالحجارة ده فلوسه على الفاضي الصراحة. هنا بقى كده كنت دخلت الشباك بتاع اوضه النوم بتاعتي فيه كده طراوه لما بفتحه كده، فكانت ايلين نايمه حميتها ونمت، فدخلت قعدت شويه وبعد كده بقى قلت اعمل. هنا بقى قلت هعمل كيكه كده، دي كيكه بالكراميل، طعمها حلو قوي. هنا بقى عندنا المقادير، كوبايتين دقيق. هنا بقى المقادير بتاعتها كوبايتين دقيق وثلاث بيضات وكوبايه الا ربع زيت وكوبايه الا ربع سكر وبرده كوبايه الا ربع لبن وكيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا والكيس اللي هو الكريم كراميل بتاع دريم. انا حطيت اللي هو البودر وسبت اللي هو الكراميل التاني ده حطيته على الوش. الكيكه دي سكرها مظبوط واعملوها بنفس المقادير، مظبوطه جدا زي ما اتفقنا، اللي هو كوبايتين دقيق وثلاث بيضات وكوبايه الا ربع زيت وزيها سكر وزيها لبن. هنحط بقى كده في الخلاط، دي كيكه سريعه، واهم حاجه يا جماعه لازم تنخروا الدقيق علشان خاطر التكتلات وكده. هنا حطيت السكر مع البيض مع الفانيليا وضربتهم كده حوالي دقيقتين. اعملوا الكيكه دي بنفس المقادير وادعولي بجد طلعت جميله قوي. انا عملتها في قالب ريكس كده وسط، حلو قوي. هنا بقى كده هضرب البيض مع السكر، يعني انا بدوب بس السكر زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة عايزة تستغني عن الكراميل برضو وتعمليها كيكة عادية برضو بتبقى حلوة، ممكن تحطي جوز الهند برضو بتبقى حلوة قوي، بس طبعا جوز الهند يعني مش هنضربه في الخلاط، احنا هنحطه مع الدقيق وكده وتقلبيه مع الدقيق. وبعد كده بقى هنا هنزل بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل باللبن، وبعد كده هنزل بالكيس كريم كراميل. بصوا هو انا عشان ما اكذبش عليكم، هي كيكه حلوه بس مش حاسه بيها بطعم الكراميل يعني، بس هي الكيكه طعمها حلو قوي قوي من جوه، بس مش حاسه اللي هو ان انا باكل كريم كراميل يعني، فاهمه؟ مش نفس فاهمين قصدي، مش نفس الطعم يعني، بس اللي هي كيكه كده فيها حاجه حلوه انا مش عارفه اوصفها لكم. على فكره الكيكه دي بتبقى مغذيه قوي للاطفال وكده، اعملوا كيكات واعملوا حلويات للاطفال في البيت. السكر اللي فيها الاطفال خلاص بعد ما عدت سن السنه قدمي لهم اي حاجه، هو بس السكر يعني مش مستحب، ولا السكر ولا العسل النحل للاطفال اقل من سنه. بعد كده خلاص بقى بياكلوا معانا عادي والملح عادي وطبيعي عادي مفيش حاجه. هنا بقى حطيت البيكنج باودر على الدقيق وبنقلب كده كويس علشان الكيكه ما تطلعش جنب عالي وجنب واطي، ممكن في النص مثلا تبقى هابطه كده، فلازم تاخدي بالك من النقطه دي كويس، انك تقلبي البيكنج باودر او الكيك شيف مع الدقيق كويس. هنا بقى كده هنزل بالخليط وهنقلب بالراحه علشان خاطر الكيكه برضو تطلع مظبوطه وما تطلعش هابطه، والهواء اللي في الكيكه كله ما يهبطش يعني. بصوا احنا بنقلب الكيكه في اتجاه واحد، ما بنقلبش كده في كذا اتجاه، بصوا بنقلب من تحت لفوق من تحت لفوق. هنا كده انا فضلت اقلب في الكيك، باخده كده من النص علشان خاطر بيبقى فيه بواقي دقيق كده تحت ولا حاجه، حتى هتشوفوا معايا كان في حبه صغيرين دقيق قلبتهم في اخر حاجه خالص. بصوا بنعمل كده، احنا بندخل كده ايه هواء للكيك. بصوا الكيكه طلعت معايا مظبوطه، لا جنب عالي ولا جنب واطي ولا في النص هابطه. دخلتها على فرن درجه حراره 180، قعدت حوالي 45 دقيقه. طبعا احنا بنعمل اختبار بنشوفها كده من النص ومن الجناب، سواء ان هي يعني
لو الخلة دخلتيها وطلعت فيها عجينة من الكيك يبقى لسه الكيك كده ما استوتش. هنا ده كان قالب بايركس الوسط. بصوا اهوت كان في حبة دقيق قلبتهم زي ما انتوا شايفين كده. جربوا الكيكه ديت وقولوا لي بقى في الفيديوهات ان الكيكه حلوه، وما تنسوش تعملوا لايك علشان خاطر تشجعوني. انا هنزل لكم فيديو كل يوم، بس عايزه اشوف منكم تشجيع كده وتعملوا مشاركه وتخلوا صحابكم يشتركوا في القناه علشان القناه تكبر. هنا بقى كده كنت خلاص هدخلها الفرن، ولازم طبعا نكونوا مشغلين الفرن من قبلها. بندخل الكيكه الفرن والفرن بيكون سخن. بصوا بقى لما طلعت على فكرة هنا الإضاءة بس مش حلوة، بس هي مش غامقة كده ولا حاجة، حلوة قوي بجد. طلعت حلوة. بصوا مستوية، مفيش حتة عالية وحتة واطية. الكيكة هشة. بصوا هوريها لكم برضو من جوه. انا حطيت هنا عليها بقى من فوق كده صوص الكراميل. عايزة بقى تحطي عليها صوص شوكولاتة رايح جاي كده، متغرقهاش طبعا. عايزة تسيبيها خالص اللي انت عايزاه، انا حاسة ان انا عايزة اديكوا حتة والله. يلا بقى عايزاكم بقى في الكومنتات تقولوا لي تسلم ايدك يا خوخه كده، واللايك ما تنسوش يا جماعه اللايك علشان خاطر الفيديو يظهر لناس كتير. بصوا هنا بقى خلاص كده. المره الجايه ان شاء الله هجربها ان انا احط الصوص بتاع الكراميل ده كده فيها، اشوف برضو هيطلع عامل ازاي. ولو عايزين بقى وصفات حلويات قولوا لي في الكومنتات برضو، وان شاء الله هعمل معاكم. هنا كده قطعتها. طبعا احنا بنسيبها لحد ما تبرد خالص وبعد كده بنقطعها. هنا بقى انا كنت مقطعاها قطع صغيره علشان خاطر ايلين يعني وكده ما تعرفش تمسك الحته الكبيره، فكنت مقطعاها كده قطع صغيره على قد ايديها. بصوا الكيكه. تعالوا يا جماعه كلوا معايا. وبعد كده بقى هنا شغلت غساله الاطباق. كان عندي كده كام طبق بصراحه وشغلت الغساله. قلت بقى ايه لحد يعني انا الفيديو ده يا جماعه والله انا كنت عاملاه لحد الساعه 2 بالليل. كنت مشغلاها بالليل زي ما قلت لكم، الميه عندي بالنهار ضعيفه، فبحب اشغل الغساله بالليل علشان خاطر يبقى ضغط الميه كويس وتنضف الحاجه. هنا بقى كده شغلت الغساله وخلاص كده. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه، باي باي.